السلام عليكم. عدوك اللي مش معاديك. عندك جرأة كفاية تعرف مين هو عدوك اللي مش معاديك؟ وليه عندك جرأة كفاية؟ وليه أنا بذكر الكلمة دي؟ كلنا بنبقى عندنا تعليقات على أخطاء كل الناس ونعرف عيوب كل الناس، ولكن صعب جدا جدا تبقى صريح مع نفسك ونبقى صراحة مع نفسنا، لأن عدوك اللي مش معاديك هو أنت، او مش بالظبط انت، حاجه جواك بس انت ما بتاخدش بالك منها. ولما انا خدت بالي من الحته دي فرقت معايا جدا جدا جدا. تعال اقول لك مين هو عدوك اللي مش معاديك. في حاجه الجماعه بتوع علم النفس دايما بيتكلموا عنها كده، بيسموها الفويس او الصوت. الصوت ده هو حاجه بتهمس في عقلك، بتبقى عباره عن اي حاجه نيجاتيف او سلبيه بتخليك تأجل حاجات كتير جدا في حياتك. عارف لما بتيجي تصحى من النوم والمنبه كده بيقعد يرن وانت تروح قايل له ايه؟ طب 5 دقايق كمان. عارف لما الاذان بيصلي، طب ما بلاش المسجد ونصلي في البيت. او بقول لك ايه، ما بلاش اصلا نصلي دلوقتي وخليها كمان شويه. هو ده صوتك اللي بيعاديك، بس انت مش بتبقى واخد بالك لان هو عامل نفسه مش معاديك. هقول لك على شويه سلبيات هو بيعملها لك وانت بتعملها من غير ما تاخد بالك، وهقول لك على الايجابيات والحلول اللي انا لما عملتها الموضوع فارق معايا جدا جدا. ورقتك وقلمك الجميله ويلا بينا. رقم 1، هيشككك في نفسك. يعني ايه؟ طبيعي جدا التسويف والتأجيل مع الوقت بيحسسك ان انت بني ادم غير منجز. فاول حاجه بتيجي في دماغك عن اي حاجه جديده انت بتبقى عايز تبدأ فيها او تعملها، او اي تجربه جديده عموما في اي حاجه في الحياه، انا مش هعرف اعمل ده لان انا اصلا شخص غير ملتزم وشخص بيأجل. دي رقم 1. رقم 2، هيسبب ليك اضطراب نفسي جدا. مش هتبقى سوي خالص بسبب صوتك السلبي. رقم 3، هيأثر على علاقاتك وهيأخر لك قرارات كتير. يلا البيزنس ده كويس ابدأ. لا. محتاج تاخد القرار ده دلوقتي. لا. محتاج تعمل كذا، بتوفر في التفكير بقى. وكل ده على شماعة اصل انا بفكر، اصل انا ما بحبش اتسرع في القرارات. مع اني اصلا في قرارات كتير جدا في حياتنا بنبقى محتاجين ناخدها على طول، وانا هخسر ايه يعني؟ ولكن صوتك السلبي بيجي لك في الاوقات اللي انت المفروض بتنجز فيها، بتبقى خلاص هنجز حاجه، لا هوب تعالى انت رايح فين؟ بسبب الحاجات اللي انت كنت بتاجلها. فقلت لك في الاول هو بيقلل ثقتك اصلا في نفسك. تمام. تعالى بقى اقول لك على حاجه مهمه جدا جدا، وايه هي الحلول اللي اقدر اتبعها عشان خاطر ابدا ان انا اتغلب على صوت السلب ده وامحيه من حياتي تماما، واي حاجه اكون عايز اعملها اعرف اعملها في الوقت اللي انا حابب اعملها فيه. رقم 1، الوعي الذاتي. يعني ايه؟ بص بقى، اكتشف الافكار السلبيه جوه دماغك. اقعد مع نفسك، ودي المره 9200 تقريبا اقولها، ماشي، في فيديوهات كتير قبل كده قلتها. اقعد مع نفسك وفرغ افكارك السلبيه وخلي عندك من الوعي ما يكفي. ازاي؟ انا دلوقتي المنبه بيرن والمفروض اصحى اروح شغلي، اللي انا اصلا لما بظبط المنبه وباخره 5 دقايق في 5 دقايق في 5 دقايق بروح الشغل وبيتخصم لي. طب وانا ليه بعمل في نفسي كده؟ عشان انت ما خدتش بالك وما كانش عندك وعي كافي ان الفكره دي دلوقتي فكره سلبيه. ما بتفكرش في اضرار الفكره دي وايه اللي ممكن يحصل من وراها. فبالتالي طول ما انت بتكتب افكارك السلبيه هي بتثبت في الذهن. فاي صوت نيجاتيف بعد كده بيجي في دماغك، لا انا صحي لك، انا عارف انا المفروض اتصرف معاك ازاي. فبيبقى عندك من الانجاز ما يكفي، تبقى عندك من الهمه ما يكفي عشان خاطر تعرف تحصل الحاجات اللي انت المفروض تعملها. رقم 2، تحويل التفكير. عارف كده لما بيبقوا مثلا عاملين كوبري وبيبقوا عايزين يحولوا عشان يعملوا كوبري تاني، بيبقى في حاجه اسمها تحويله كده. اتعامل مع عقلك على انك انت بقى تبقى تاخده من النقطه السلبيه دي وتعمل له بقى تحويله. حول بقى التفكير السلبي ده لافكار ايجابيه وركز على الجوانب الايجابيه. يعني ايه اركز على الجوانب الايجابيه؟ يعني انا النهارده مثلا، تمام، احب الاعمال الى الله الصلاه في وقتها. يعني حضرتك لما تيجي تاجل الصلاه
الجانب الايجابي ان انا هكون محبوب عند ربنا، والعمل اللي انا بحب اللي انا هعمله ده هيكون محبوب عند ربنا. وقيس بقى على المثل ده كل حاجه في حياتك بتاجلها بسبب التفكير السلبي، تمام؟ فلما انا اكون بركز على الحاجات الايجابيه والاستفادات اللي هستفيدها من وراء انجازي للمهام، وان انا مش باجل، دي حاجه ايجابيه جدا. النظره اصلا الايجابيه للحاجات والحياه عموما بتخلق عندك طاقة غير طبيعية بتخليك تبقى قادر انك تنجز وتبقى اصلا مبتكر وبتعرف تتعلم حاجات جديدة. رقم 3، تقنيات الاسترخاء. بص، الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة، بتشتغل 10 ساعات 12 ساعة ايا كان عدد الساعات اللي بتشتغلها في اليوم، لازم يكون عندك كده ان شاء الله يا رب نص ساعة مشي، ماشي لوحدك او بتجري بتروح جيم ايا كان. ليه؟ الرياضة والله عندها القدرة تماما 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 في ان هي تفرغ ذهنك. اقول لك على حاجة، انا كنت بنزل جيم، جات لي اصابة في ظهري، مش هينفع انزل جيم في الفترة الحالية عشان بعمل عليه علاج طبيعي، ولكن في عندي نص ساعة كده كل يوم لازم اتمشى فيها، او اقعد مع نفسي كده في جنب واتأمل واصفي دماغي من كل اللي بيحصل حواليا. ده مهم جدا. ليه؟ التشتيت اللي بيحصل في العقل من كتر الحاجات اللي بتشوفها على السوشيال ميديا، على التلفزيون، على المواقف اللي تقابلها وانت بره في شغلك، على الناس اللي اتكلمت معاهم، بص انت عقلك بيبقى عايز يخرج بيقول لك ارحمني كفايه، فبيبقى مشتت طول اليوم. شويه الرياضه او التامل اللي انت بتعملهم دول احسن حاجه، بتخليه كانك من الاخر بتشحن عقلك. عارف انت الموبايل لما بيجي يفصل شحن كده، انت بتحط الشاحن عشان خاطر ما يفصلش عقلك، انت بتبقى محتاج بتشحنه بالرياضه، او بتشحنه بان انت بتقعد تتامل شويه، تقعد مع نفسك كده وتصفي ذهنك، تكتب افكارك، ايه الحاجات اللي انت نفسك تعملها وما عملتهاش واجلتها بسبب تفكيرك السلبي او توقعاتك السلبيه اصلا عن حاجه زي كده. وفي فيديو انا كنت عامله عن التوقعات اصلا السلبيه، تمام؟ ولماذا نيأس، العنوان بتاعه اسمه لماذا نيأس. اوعدك يعني او بنصحك انك تروح تتفرج عليه، عشان الفيديو ده مهم جدا جدا في حته التوقعات دي، تمام؟ خلينا ندخل على النقطه اللي بعد كده، وهي التفاعل مع المجتمع. على فكرة المجتمع اللي حواليك في ناس كتير جدا جدا بتفكر بشكل ايجابي، بس انت روح للناس الصح، مش علي عروكة واشرف كوخة اللي انت قاعد معاهم ليل ونهار على القهوة. روح للناس الصح وتعرف على ناس، ودي حاجة على فكرة حلوة جدا جدا اصلا ان انت تزود قائمة معارفك، تمام؟ وشارك معاهم الافكار الايجابية بتاعتك والتحفيزية، عشان ده هيساعدك في ان انت طول الوقت في ناس بتحفزك عشان خاطر تقدر ان انت تنجز المهام اللي انت عايز تنجزها في حياتك. دايما المشايخ بتوعنا ربنا يا رب يطول في عمرهم ويبارك لنا فيهم بيقولوا لنا ايه؟ يقول لك عشان خاطر تمشي على طريق الاستقامة وعشان خاطر تقدر تحافظ على صلاتك، اوجد واحد مهم جدا في حياتك اسمه الاخ الكبير. الاخ الكبير ده تتعرف عليه راجل هو ملتزم بالصلاة، تمام؟ الراجل دوت هيبقى زعلان قوي 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 لو ما شافكش في فرض معين في المسجد، فبالتالي انا لو مكسل هبقى عامل حساب زعل الراجل ده ولومه عليا، فبالتالي هروح اصلي في المسجد عشان خاطر ما ينفعش اجل الصلاه، عشان خاطر ده من ضمن الاسباب اللي بتعني ان انا اقدر استمر. النقطه اللي بعد كده، وهي لو انت بقى حالتك النفسيه متدمره قوي وحرفيا مش عارف تسيطر على الفويس بتاعك، انا انصحك بلايف كوتش او دكتور نفسي، لان دي يا جماعه واحده من ضمن اهم الحاجات اللي الناس جدا كتير جدا بتستعيبها، ولكن انا مش بشوف فيها اي مشكله، لان مش اي حد بيعاني من حاجه نفسيه ان يكون مجنون يعني. دي للاسف معلومه غلط جدا جدا عندنا في المجتمع بتاعنا. لايف كوتش او دكتور نفسي هو عنده القدره ان هو يسمعك ويخليك تفرغ الطاقة السلبية اللي عندك ويديك نصايح تقدر تمشي عليها بحيث ان انت حياتك تكون افضل. انا تقريبا كده خلصت. لو حسيت ان انا فدتك باي حاجة، لايك وشير عشان خاطر اي حد تاني ما سمعش الفيديو ده او ما وصلوش يبدأ ان يوصل له الكلام دوت. ويعني ربنا يجعله كلنا في ميزان حسناتنا، وما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم يا رب. والسلام عليكم.